عبد الله بن عباس رضي الله عنه قعد لنا قاعدة عظيمة في التلقي، وهي استنبطها العلماء من قوله رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر. وكلنا نعلم مقام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الإسلام. أبو بكر وعمر كانا ينهيان عن التمتع، أي التمتع بمعنى الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة حتى لا يهجر البيت. كانوا يجعلون للعمرة وقتا آخر غير وقت الحج. فلما سمع ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنكر عليهم، أنكر على الناس، فالناس قالوا له قال أبو بكر وقال عمر، فقال رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر. وهذه قاعدة عظيمة في التلقي.